الغردقة بالكامل منذ قليل. ويقال انه في اماكن اخرى انقطع عنها التيار بالكامل كمان يا دكتور. حصل فعلا. حضراتكم تابعتوا ما صدر عن هيئة الارصاد الجوية بالامس، انه نظرا لسوء الاحوال الجوية في جنوب مصر، عواصف وامطار في بعض الانحاء، نتج عن هذا انه حدث فصل دائرة نجع حماد، دائرة الكهرباء، نقل الكهرباء. ده انهيار ابراج ده يا دكتور ولا ايه؟ يا فندم، جهد 220 كيلو فولت، نجع حمادي جنوب قنا. الكلام ده كان الساعة 6:10 مساء اليوم تحديدا، وترتب على ده بالتأكيد بعض الانقطاعات في بعض الأنحاء، منها الغردقة وسفاجة. يمكن أقدر أقول لحضرتك خلال نصف ساعة تحركت على الفور فرق الصيانة والفرق الفنية، قدروا ان هم يعملوا مناورات وانت عارف الشبكة الموحدة عندنا يقدر يشوف مصادر تغذية بديلة. قدروا ان هم من خط الزعفرانة جبل الزيت يعملوا عملية توصيل، اعادة التيار تدريجيا الى الغردقة، ومنذ قليل اعيد التيار الكهربي الى منطقة سفاجة بالكامل، والحمد لله الامور يعني الان يعني المشكلة ازيلت، يعني عادت الى طبيعتها. هل في اي مشاكل حصلت في الفترة اللي كان فيها التيار الكهربائي منقطع بالطريقة المستمرة؟ لا، هو لم يتم رصد مشكلات، لكن احنا بالنسبة لنا يعني حتى وان كان العمل بدأ بالفعل في عملية معالجة ما نتج عن هذا، لكن بقول ان احنا امننا الكهرباء فورا من مصدر بديل، ونقدر نأكد لحضراتكم ان احنا فيما هو قادم كمان شغالين على عملية يعني بنسميها رفع قدرات وكفاءة شبكة نقل الكهرباء في جنوب الوادي، يعني مليارات الجنيهات هيتم ضخها ان شاء الله في الشهور القليلة القادمة لتعضيد شبكة نقل الكهرباء في جنوب مصر. نعم. الحقيقه يا دكتور كنت عايز اعرف من سعادتك، طبعا اللي عمله اهلنا الابطال في الفرق الفنيه، من الفرق الفنيه اللي قدروا ان هم كانهم صحراء يعني يرجعوا الكهرباء بالسرعه دي، امر نقدره جدا يا دكتور والله العظيم. لكن عايز اقول لحضرتك، هو مش مفروض انه الابراج والحاجات الفنيه دي بيتعمل فيها حساب الطقس السيء ده ولا ايه يا دكتور يماني؟ بالتأكيد بالتأكيد. ما أنا بقول لحضرتك هو اللي بيحصل، بقول لسيادتك أحيانا ما هو دايما الشبكات الأرضية بتكون أقل تأثرا بمثل هذه الأجواء، ولكن الشبكات الهوائية بالتأكيد بتكون عرضة لده، لا أستطيع أن أجزم بأنه حالة الشبكة الكهربائية المصرية هي 100%. هناك نقاط ضعف بالتأكيد، عشان كده فرق الصيانة موجودة باستمرار، عشان كده مولدات احتياطية لتأمين التغذية الكهربائية للأحمال الهامة موجودة باستمرار. ومن دلوقتي أقدر أقول لحضرتك قطاع الكهرباء بيشتغل على عمليات الاستعداد كمان لمواجهة أحمال العيد وأجهزة العيد. ربنا يقويك يا دكتور. معلش يا فندم، علشان يعني نكون محددين في نقل الخبر بناء على المعلومات اللي حضرتك هتقولها لنا، الغردقة، سفاجة، جنوب قنا، دي الأماكن اللي